السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالجزائر والأيام القادمة. أمطار وزخات رعدية حاضرة بقوة على قسنطينة وتبسة وبسكرة وجلفة وتيارته وبالعاصمة الجزائرية خلال يوم الاثنين 27 من أفريل. تشكل سحب غير مستقرة. هذه الأمطار والعواصف الرعدية الموسمية ستكون حاضرة بقوة على الجزائر خلال يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء 29 من أفريل. وخلال يوم الأربعاء أمطار وزخات رعدية حاضرة بقوة على بسكرة وتبسة وقسنطينة وسطيف وبرج بعراريج وبالعاصمة الجزائرية، وأجواء مستقرة جنوب الواحات وجنوب الصحراء. خلال يوم الخميس 30 من أفريل أمطار وزخات رعدية حاضرة بقوة على المشرية وتيارت وجلفة وبسكرة وقسنطينة وتبسة وخنشلة وباتنا وبريكة وسطيف وبرج بعراريج. يوم الخميس 30 من ماي استمرار نزول أمطار وعواصف رعدية قوية جدا على الولايات الغربية بوسط البلاد والولايات الشرقية الجزائرية، وأجواء مستقرة بجنوب الواحات وجنوب الصحراء. خلال يوم الخميس ويوم الجمعة أول أيام ماي هناك أمطار وعواصف رعدية حاضرة بقوة على المرتفعات الجبلية. درجة الحرارة تتراوح ما بين 30 إلى 39 درجة مئوية في بعض الولايات الوسطى والشمالية الغربية والولايات الشرقية الجزائرية. نحن في متابعة ورصد آخر التطورات بخصوص الحالة الجوية المرتقبة بالجزائر خلال نشراتنا القادمة، فالمرجو من المتابعين والمتابعات الاشتراك بقناتنا فضلا وليس أمرا ليصلكم كل جديد. بخصوص الحالة الجوية المرتقبة ليوم الجمعة أول أيام شهر ماي استمرار نزول أمطار وزخات رعدية على الولايات الوسطى والشمالية الغربية والولايات الشرقية الجزائرية. يجب التوخي الحيطة والحذر وتجنب الوديان والمنحدرات مع استمرار نزول أمطار وزخات رعدية متوقعة بوهران وتيارت وجلفة وبسكرة وقسنطينة وتبسة وخنشلة وباتنا وبريكة. وإلى هنا نصل إلى ختام النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالجزائر. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا ليصلكم كل جديد.